الجنون المدروس هو المفتاح للشهرة، ومن هنا بدأت رحلة التحديات اللي خلت مستر بيست ظاهر على يوتيوب، وبدأ يعمل حاجات غير تقليدية ويصرف فلوس كتيرة جدا على الفيديوهات، زي مثلا يعمل تحدي لمجموعة ويشوف مين آخر واحد هيشيل إيده من على العربية، وآخر واحد هيشيل إيده من على العربية هيفوز بيها. Now in the top 20, only 19 people stand between you and a Lamborghini. وفيديوهات تانية فيها تحديات كتير، والفيديوهات بدأت تتخطى الملايين بسرعة الصاروخ. كل فيديو كان بينزل لمستر بيست كان بيبقى حدث عالمي، والناس بقوا بيتابعوه وبيستنوا فيديوهاته زي ما بيستنوا المسلسلات المفضلة ليهم. ومستر بيست بقى بيحط في كل فيديو ملايين الدولارات، بس بيرجع له أكتر منها بمراحل. بس مستر بيست ما كانش مجرد صانع محتوى بيرمي فلوسه قدام الكاميرا، الراجل ده استخدم شهرته وبدأ يعمل بيها مشاريع خيرية ضخمة، وزع وجبات على الناس المحتاجة. فيلانثروبي منذ 2.5 كان هدفنا هو تقديم 400,000 وجبة في السنة. الآن سنعد ما يزيد عن 2,000,000 وجبة شهريا، وهذه مجرد بداية.